جماعة، هي مش أي توابل بتضاف ولا أي تكنيك تصنيع وتسوية وتدخين بيتقال، وانتوا عارفيني في تصنيع الجبن ومصنعات اللحوم بالذات ما بهزرش. فيلا بينا. كيلو صدور يكون لسه فاكك من التفريز حالا، أنا عايزاه ساقع متلج عشان ده بيفرق جدا في القوام. هضيف له بيضتين عليهم معلقة خل عشان الزفارة ورشة فلفل اسود على بيضة صيني، نص كوباية نشا وتلات أربع معالق زيت، والتوابل اللي أرجوكي ما تلعبيش فيها لأن فيها سر النكهة والطعم كله. معلقة كبيرة بيكنج باودر ومكعبين مرق بيتوتي الصنع، هنزل لكم طريقته قريب قوي. معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة توم باودر، بصل لا، وزيها بابريكا، وزيهم بودرة ديمجلاس، وده سر أي مصنعات لحوم بعملها. معلقة صغيرة حبهان أو هيل مطحون، فصين توم فريش. ميكس التوم والحبهان المطحون هم سر نكهة السوسيس أو الهوت دوج. لون غذائي صحي يمكن استبداله ببودرة البنجر أو ميته. واضربي لي بقى كل الكلام ده لحد ما يتكون عندك معجون ناعم بالشكل ده، لازم يبقى ناعم جدا كده. ولو لقيتي المعجون بتاعك ده سخن شوية من الضرب في الكبة، حطيه في التلاجة شوية قبل ما تشكليه. ادهني ايدك زيت بقى وابتدي شكلي الكمية اللي انت عايزاها. انا كيلو الفراخ طلع لي الكمية دي كلها. انا هنا استخدمت في تسويته وتدخينه حاجه اسمها خشب التفاح، او ممكن استخدم خشب الموالح او خشب التوت، وده انا بشتريه اونلاين من مكان متخصص بما اني مهتمه قوي بالموضوع ده. طب انا ما عنديش امكانيه لطلبه، اعمل ايه؟ عارفه بتوع عصير القصب؟ روحي بكامل شياكتك واناقتك كده واطلبوا منه بواقي عيدان القصب بعد ما تتعصر. اي نعم هيبصلك بصه مريبه جدا، بس معلش بصه تفوت ولا حد يموت. وانا بقى عشان برضو مهووسه بموضوع الشوي والتدخين ده عندي السموكر ده، بس تفتكري هسيبك لو ما عندكيش ودي تيجي؟ طب ما تيجي بقى نسوي وندخن الاتنين مع بعض من غير ما نأذي ولادنا باللف في بلاستيك ولا فويل. هاتي صينيه وحطيها على النار، ويا ريت تبطنيها بفويل، انا للاسف اكتشفت انه خلصان عندي. حطي فيها القصب او خشب التدخين زي ما تحبي، وعشان ندعم الريحه الحلوه وتبقى شبه تدخين الرنجه كده ضيفي شاي يا حبذا لو كان خشن، ده برضو اللي كان موجود عندي. طفي الكلام الجميل ده بقى بشويه عسل اسود او حتى سكر لو العسل مش متوفر عندك. شبكة ورصي عليها الهوت دوج أو السوسيس بتاعك، وغطي وكمري الدخان بفوطة، كل ده والنار شغالة على الهادي. بعد كام دقيقة اقلبي الهوت دوج بتاعك وغطي. أنا شكلت شوية قصير عشان يبقى هوت دوج وشوية طويل وزودت له لون أحمر عشان يبقى سوسيس. على فكرة انت اللي بتتحكمي في لونه ودرجة تسويته. بصي بقى قوامه عامل ازاي ولا المطة اللي فيه، هتدعيلي حرفيا لما تجربيه. ممكن بقى تعملي سندوتشات او تطعمي بيه البيتزا او المكرونات زي ما تحبي. وعشان تحفظيه حطيه في علبة محكمة الغلق واحتفظي بيه مبرد، بس لو عاملة كمية يستحسن يتحط في الفريزر. على فكرة اللي انا عاملاه ده كان كامل النضج لاني بحب اسيبه فترة طويلة يتدخن. اما بقى لو انت عايزة تحتفظي بيه نص مستوي زي ما بنشتريه، يبقى هتسويه فوق مصفى على حمام مائي. وبس كده يا جماعة، انتظروا جزء تاني من الفيديو ده عشان هعمل لكم بيه افكار عبقرية لللانش بوكس. وفي النهاية خالص انا عايزة اقولك قريت مقولة كده وعجبتني قوي. المقولة دي بتقول: كنت اعتقد بان امي تصنع الاكل الذي احبه، ولكني اكتشفت انني احب الاكل الذي تصنعه امي. ادعوا لها بالرحمة وادعوا لنفسكم وليا بان تعبنا وحبنا لولادنا يخليهم يدعوا لنا بكل حاجة حلوة. اتمنى لو الافكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمه لطيفه زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. انا شيماء البهي.